صح ولا لا؟ هذا عالم التحريف موجود في خطهم عند الأطراف الأخرى. هذا التحريف مولانا مو محض كلمات لأهل الطباعة وأهل النشر، لا، هذا موجود في كتبهم. يعني ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، عند كتاب تلبيس، يقول الكلام عن مثالب الصحابة يولد عند الناس شكا في عقائدهم، لأنه العقيدة منين نستلمها؟ من فلان وفلان. إذا تكلمنا عن مثالبهم راح يصير عندهم شك في عقيدتهم، ولذلك يحرم أن نتكلم في مثالب الصحابة. أحمد بن حنبل يذكر من تكلم في قضية جيش أسامة بن زيد فاعرفوا بأنه رافضي. اللي يجيب هذه القضية على لسانه هذا شنو رافضي؟ ليش؟ لأن هذا يستبطن أن الأول والثاني ممن تخلف عن جيش أسامة بن زيد، والتالي أنه ثبت في المسند، هو مسند أحمد بن حنبل، يذكر أن النبي لعن المتخلف عن جيش أسامة بن زيد. إذن الكلام عن جيش أسامة بن زيد شو يسبب؟ يسبب أن فلان وفلان ملعونين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا وهو على قيد الحياة. رجل القطيفي أو القطفي معروف بابن سيد الكل، عند كتاب الاستطابة في مآثر الصحابة والقرابة، يقول كل ما ورد في مثالب الصحابة الأوائل إن كان وارد بروايات آحاد، يعني 1 2 رواه، فهذا يضرب عرض الجدار، وإن كان متواترا. تواتر بعد هذا ما نقدر نقول الرواية ضعيفة. يعني كيف القرآن اليوم متواتر بين أيدينا؟ يقدر واحد يقول القرآن ما ثابت سنده؟ يقدر. يقول فإن ورد بهذه الروايات، هذا ابن سيد الكل من كبار علماء القرن الثالث، يقول فإن ورد بقضية متواترة مشهورة مستفيضة فيجب التأويل، يعني نحرف المعنى الظاهري عن معناه الحقيقي، نسبب التحريف. هذا طبعا تحريف المعنى في البداية، بعدين صار تحريف لفظي كما قلنا، صار البخاري ومسلم شالوا قال عمر إلى قال رجل النبي يهجر إلى أنه قال غلبه الوجع، صار تحريف. حتى في قضية الزهراء عليه السلام، ابن شهر آشور رحمة الله عليه صاحب المناقب، متوفي تقريبا سنة 588 أو 558 ما أذكر بالضبط، لما يذكر أنه الزهراء عليه السلام مكسور ضلعها وما مكسور، يقول كسر ضلع الزهراء عليه السلام بالأدلة والروايات. بعد ذلك يقول وممن ذكر هذه القضية ابن قتيبة الدينوري أو الدينوري، الناس تقرأها اثنين. ممن ذكر هذه القضية ابن قتيبة. ابن قتيبة صاحب كتاب الإمامة والسياسة، أقدم الكتب الموجودة بين أيدينا للحوار في قضية الخلفاء والأئمة. طيب، يقول ذكرها في كتابه المعارف، هو رجل معروف بكتاب الإمامة والسياسة، يقول الذي ذكر كسر ضلع الزهراء، طبعا هو من علماء القرن الثاني، الذي ذكر كسر ضلع الزهراء والهجوم على دار الزهراء وأن للزهراء محسنا ابن قتيبة. اليوم لو تطالع كتاب المعارف الموجود لابن قتيبة لن تجد ذكرا لحادثة الزهراء عليه السلام على الإطلاق. معناته صار تحريف أو ما صار تحريف؟ صار تحريف. لعله بعض الناس يقولون هذا ابن شهر آشور رجل شيعي وكتب هذا الكتاب ولعله افترى على الرجل على ابن قتيبة، ما موجود هكذا رواية. الكنجي الشافعي من علمائهم، من علماء القرن السادس، لما يمر على قضية كسر ضلع الزهراء عليه السلام يذكر، حتى نذكر بالأدلة، كتابه كفاية الطالب الجزء الأول في أول صحائف، يقول في أولها أنه وزاد، لعله يقصد الشيخ المفيد، أن للزهراء عليه السلام كان ولدا وكسر ضلعها وهجم كذا، يقول ولم يقل به من العامة إلا ابن قتيبة، يعني مو فقط ابن شهر آشور من علماء الشيعة الإمامية، يقول بقضية أنه ابن قتيبة كان موجود في كتابه أن الزهراء كسر ضلعها. حتى الكندي الشافعي من كبار علماء القوم. طيب، هذا لما يذكر أيضا أنه موجودة في كتابه المعارف ابن قتيبة أن الهجوم على دار الزهراء تحقق، كسر ضلع الزهراء عليه السلام تحقق، هذا ينبئ على أن كتاب المعارف لابن قتيبة نالته يد التحريف أو ما نالته.
لا تريد التحريف، اليوم ما موجودة. ليش؟ طاعة لابن سيد الكل ولابن الجوزي ولمسند أحمد بن حنبل، لما قالوا لا يجوز الكلام عن مثالب الصحابة.